جماعة اي حد يرفض يسلم على مدرب بحجم مدرب. المغرب هذا قلة ادب، مو كورة هذه. المغرب رابع العالم، فازوا على الارجنتين والبرازيل واسبانيا والبرتغال. يعني شنو بعد من انتم عشان ترفعون خشومكم؟ حتى لو خسرتم واجهتوا منتخب تاريخي، المفروض تقولون الحمد لله وتسلمون عليه، مو تتكبروا. يعني الظاهر ما يلام بيكم سالم الدوسري، والله دواء لكم يا منتخب الاردن، والله العلي العظيم. مدرب المنتخب المغربي ما ديده يريد يصافحكم، ترفضون تصافحونه؟ ادري منو انت ارجنتين، برازيل، فرنسا، منو انت؟ المنتخب المغربي اللي محقق رابع العالم وبطل العالم للشباب، بطل كاس العرب واسماء ونجوم، بكل تواضع واقفين ومسوي لكم ممر شرفي يا منتخب الصدفه، تجون ما تسلمون عليهم؟ لاعبين الاردن بهاللقطه وبشكل غريب جدا رفضوا مصافحه المدرب المغربي، وبالرغم ان المدرب المغربي حاول لفت انتباه اللاعب الاردني بلمسه على كتفه، لانه البعض حاول يبرر تصرف اللاعب الاردني وقال يمكن يكون حزين او يمكن تركيزه كله بالمنصه اللي كان متواجد عليها امير قطر ولي العهد الاردني، بس اللقطه واضحه والصوره واضحه، واكيد هالتصرف اللي صار تصرف فردي، لانه بعدها مباشره علي علوان ظهر بلقطه جدا جميله ومميزه وهو حاضن المدرب المغربي بكل روح رياضيه. التصرف هذا لو كان متعمد والتجاهل متعمد، الاتحاد الاردني لازم يتخذ اجراء صارم مع هاللاعبين، لانه اكيد هالتصرف ما بيعكس ابدا الروح الرياضيه اللي بيتمتع فيها المنتخب الاردني ولاعبين المنتخب الاردني، ايضا الجماهير الاردنيه. من تكونون انتم؟ منو انتم؟ الارجنتين، البرازيل، المانيا، انجلترا، انتم شنو انتم؟ انتم كلكم منتخب الصدفه، والله منتخب الصدفه. يعني انا اسف من اللاعب سالم الدوسري لانه قبل يومين نزلت فيديو اتهمته بالتكبر على كلام منو؟ على كلام ابو ليلى حارس منتخب الاردن. ترى هو سالم الدوسري اللي تكبر عليكم، اللي رفض يصافحكم، واللي ما احترمكم يا منتخب البلدوره، مو مدرب منتخب المغرب. بطوله مو من نصيبكم، ماكو داعي تشنترون على خلق الله. المنتخب المغربي اخذ البطوله بجداره وبالخط الثاني مو بالخط الاول، واخذها خاوه على المنتخب الاردني. هيك رضيتوا؟ تصرف صراحة يدل على عدم احترافية من لاعيبة المنتخب الأردني، مع كل احترامي وتقديري للشعب الأردني، ولكن هذا التصرف غير مناسب في هذا المحفل. أمس بعد مباراة السعودية والأردن طلع أبو ليلى بالمؤتمر الصحفي قدم نصيحة لسالم الدوسري: يا سالم سلم، أنت كنت تسلم من دون نفس، وطلعوا صورة كان ما جد سالم الدوسري. طيب وهذه الصورة يا أبو ليلى مدرب المنتخب المغربي لدرجة أن يضرب إيد اللاعب الأردني ولا يرد عليه؟ يا اخي وين الروح الرياضيه؟ وين؟ اوكي انت زعلان انك خسران النهائي، بس هذا لا يعني انك ما تصافح. يا اخي مد يدك وخلاص انتهى الموضوع، ما نقول ابتسم له، لا مد يدك يا اخي. نعم روح رياضيه. هذا تصرف صراحه ما كان يليق من بعض لعيبه المنتخب الاردني. منتخب الاردن الغير محترم، عايز اقول لك كلمه قبل ما انام عشان ما عجبنيش الفيديو اللي انا شفته. بكل ادب واخلاق وتواضع المدرب المغربي مد ايده هو لاعب المغرب وانتم ما سلمتوش عليهم. عايز اقول لك على حاجه، باذن الله باذن الله اتمنى من كل المنتخبات العربيه تعملكم بنفس المعامله. وعلى فكره سالم الدوسري اللي هو لاعب المنتخب السعودي ما كذبش لما قال على حارس المرمى كلمه التكبر والحمد جايه على ايه وعلى ولا حاجه، على ولا حاجه ولا حاجه، اقسم بالله على ولا حاجه. يعني ايدك اتشلت يعني ان شاء الله تتشل عادي، يعني هنعمل لها ايه؟ المهم اتمنى من كل العرب وكل المنتخبات العربيه يعملون بنفس المعامله السيئه دي اللي هم بيعملوا بها المدرب المغربي والمنتخب المغربي. على ايه يا بابا؟ على ايه يا بابا؟ مالك بتتقتل على ايه؟ على فتح القدس؟ بتتقتل على ايه؟ ترجع فلسطين؟ على ايه يا بابا؟ على ايه؟ ده كوره مكسب وخساره، كرة أخلاق، الرضا أخلاق، لا أخلاق لا أدب لا تربية. وأتمنى إن المدرب ياخد معاكم مدرب مغربي. أتمنى إن كرة القدم الأردنية تاخد منكم موقف. لا ماشي هكاك كاع صاحبي خويا الأردني، هذه اللقطة تخلصوها في كوب دي موند من الآخر من عندنا، باسكو مش حازيدو تلاقاو به. واش دار لك السيد؟ واش دار لك؟ قول لي تشوف هذا لونطرينور. أنا أول مرة نشوف لونطرينور في واحد القبول خاوتي تاع المروك، روحوا شوفوا سبحان الله. في التالي زعما تلعبها مقلق علي مديت كوب دي موند ما تركبتش معاه، أقسم بالله غير تخلصوها غالية. علينا خاوتي المره ما كونوا هانيين، انا بالي بليكم مقلقين وكذا. علينا خاوتي في كوب دي موند زيدوا تدوا المخبط، ولا غير ديتوا المخبط ديتوها من المروك، زيدوا تدوها من الجزائر. عرب افريقيا اقوى من عرب اسيا، حبيتوا ولا كرهتوا. وصراحه نهضروا في السيري ولا غير اللقطه غير رياضيه تماما، باسكو اول مبدا في كره القدم هو الاحترام المتبادل بين المنافسين. والله شفقت على مدرب المنتخب المغربي شو بيمد ايده واللاعبين ولاعيبه الاردن شكلهم زعلانين ما رضوا يسلموا عليهم. هون انا متاكد انه الجماهير الاردنيه مش رح ترضى باللقطه هاي، لانه لازم يكون بين المنتخبات العربيه روح رياضيه اكبر من هيك. مش حلوه والله. شايفين هذا المدرب طارق سيكتوي مدرب المنتخب المغربي اللي شارك ببطولة كأس العالم. تعرفون هذا المدرب احنا المنتخب العراقي قابلناه واجهناه بأولمبياد باريس 2024 اللي خسرنا من المغرب 3-0. كان المنتخب المغربي على طاقة ومستوى عالي، منتخب خارق، كان من الممكن انه يعني ينهي المباراة اكثر من هاي النتيجة، ولكن كانوا شوية عندهم رحمة. البارحة بعض لاعبين المنتخب الأردني بعد خسارتهم بطولة كأس العرب صراحة التصرف كان مخجل وسلوك مو حلو بدر من اللاعبين. انه مدرب طارق سيكتوي رغم انه يفايز ومنتصر واخذ البطولة، ولكن كان متواضع. لاعبين المنتخب الاردني بعضهم ما ردوا السلام عليه ولا اعتبروه له اعتبار، ولا كان تصرف غير لائق وما بأي تقدير. تعرفون هذا المدرب
يعني ثروة للمنتخبات العربية وللجمهور العربي. هذا المدرب أكثر مدرب متواضع، هذا المدرب خسر منتخبات كبيرة، منتخبات عالمية، وما حد يتصرف فيها هذا التصرف. هذا المدرب يستحق كل الاحترام من الجمهور العربي، لأن قدم فريق من أسماء مو من الصف الأول، ولكن ما كان أبو اختلاف أدائهم من أداء المنتخب الأول المغربي. فشكرا طارق سكتوي، مدرب ولا أروع. السلام عليكم قواهم الله. شفنا مباراة البارح الأردن، مباراة قمة بس خربت بعض الشيء. فريق أبو ليلى الرجال مدرب المغرب ما ادري يده بيسلم مهما كان، بده يديك مسلم وما تصلح يا أخي. منظره ما هو زين، حنا كلنا واحد. الله منظر ما هو طيب، ما جاز لي. شاوينا يزيد الشالة من بعيد، ما يطلع ينتقد تصرفات لاعبين منتخب بلاده. قبل يومين طلع انتقد سالم الدوسري وقال سالم سلم علينا بتكبر. هو كذاب قسم بالله العظيم، سالم سلم عليهم حال لاعبين. بس البارحه هاي اللقطه الغير اخلاقيه لك هو طارق السكتوي. انت سامع من نقول له هذا البشر خلقه واخلاق؟ اي والله العظيم خلقه واخلاق. شنو هالتواضع؟ ايش هالمدرب؟ يقول من تواضع الله رفعه. التواضع حلو. يقول من حطيت قائمه المنتخب المغربي المشاركه في بطوله كاس العرب دعيت من الله سبحانه وتعالى انه انا ما اكون ظلمت لاعب. وانتم يا لاعبين المنتخب الاردني ايش دعوه هالتكبر والتعالي؟ منو انتم؟ برازيل زمانكم؟ لك وينكم منتخب ما عنده بطوله؟ واذا صعد نهائي كاس اسيا؟ واذا صعد نهائي كاس العرب؟ استشنوا يا عمي استشنوا. في لحظه تتويج المغرب ببطوله كاس العرب ظهر اللاعب سليم عبيده وهو ما سلمش على كابتن طارق السكتوي، وطلعوا العالم اللي الله يهديهم ويسامحهم ويقول لك بص دي اخلاق الارضنا والاردنيين والنشامه وبص اخلاقهم. مع انك لو تشوف لقطه زي دي هتلاقي ان عادي لعيبه كتيره جدا من الاردن سلمت عادي على كابتن طارق، لان كابتن طارق السكتوي شخصيه محترمه. حتى ان اللاعب سليم عبيده نفسه طلع وقال لك ان انا بعتذر لكابتن طارق ودي مش من اخلاقنا، وانا والله كان عن غير قصد عني، وعادي يا جماعه والله ممكن تحصل. فما لها داعي ابدا اي نوع من انواع المشاحنات ولا الفتن ما بين الشعبين. يا اردني يا ترى اخوك المغربي بيحبك بالزاف. امبارح مرة ما خلص النهائي بين الاردن والمنتخب المغربي شفنا هذه اللقطه اللي دارها لاعبين المنتخب الاردني للسكتوي راح يخمس معاهم وما حبوش يخمسوا معاه. اوكي على بالنا انه في النهائيات الخساره تكون صعيبه ودائما الفرق ما تقبلش خسارتها في النهائيات، خصوصا النهائيات كي تلعب فيها مباراه كبيره. لكن انا نشوف انه انت لاعب في منتخب وتلعب في بطوله كبيره لازم تكون لاعب محترف. اللاعب المحترف اللي يكون شارك بزاف بطولات وربما يكون خسر بزاف بطولات يعرف انه هذه البطوله ماشي نهايه العالم، وانه لما مدرب الخصم يعطي لك يده تخمس معاه عادي، لانه هذا ما راحش يقلل منك ولا من منتخبك ولا من شخصيتك، وانه تتقبل خساره كما هي كما اي خساره اخرى. التصرف هذا صراحه انا ما عجبنيش، لانه كما كسر للسكتوي كان قادر يصير لاي مدرب تاع منتخب اخر. انا شفت انه الخساره جزء من اللعبه، يعني انك خسرت بس قدمت مباراه كبيره والعالم كامل شافك انك قدمت مباراه كبيره، كنت تخلي هذيك الصوره الجميله انه الناس تحترمك وحتى الخصم يحترمك. يعني تشوف انه السكتوي راح يطبطب على اللاعبين رغم الخساره، لانه كان حاسس مش راهم حاسس اللاعبين، حاب ينقص لهم الضغط، حاب يلحق لهم فكره انكم كنتوا احسن، كنتوا افضل، قدمتوا مباراه كبيره. لكن للاسف هذه الصوره انا ما نحبش نشوفها في النهائيات، وما نحبش نشوف اللاعبين يتعاملوا مع الخصوم بهذه الطريقه. رايكم في هذا الموضوع؟ دايرين عليك كي دايرين هادو دي موفي بيردون الله ينعل الراس تاعكم. عليك اونترينور قايس يدام خلي يدام معلقه. شاف تسبتها خسر الفينال، خسر الفينال هذه بوله اخويا، هذه بوله تربح تخسر بصح نورمال لادفيرسير جا دار لك سلام اون بليس اونترينور جا دار لك سلام، دير لها سلام ما فيها والو. علاش جايين دايرين كي الخرا ديتي والله العظيم. شوف هما انتوما انا على بالي انتوما ما بكمش زعما اللي خسرتوا فينال، بكم اللي خسرتوا كونتر المغرب، والمغرب معدوده مع عرب افريقيا. يا مليح لكم صاي اما مليح لكم، والمغرب اعطوهم العصير ديال الليمون في الكاس كيدير هكا وما دير السلام. هذيك يدك الله يجعل ربي تنقطع كي انت كي هذوك اللي راهم جايين من المغرب صاي. سكيتيوي مسكين عاقل والله لا عاقل سكيتيوي ما ديك نهار هذا مسكين عاقل انسان عاقل يديكم السلام زعما يواسيكم على خسارتكم. واش راك باغي يعطيك كوب ضرب يعطيها لك البدا يعطيها لك بيعوا شويه راهو وشرو كوب ضرب ونوري كفاك تواضع يا سكيتيوي. شفت واش دار البارح لاعب اردني مع سكيتيوي. كفاك تواضع انت اللور عليه، انت بروفيسيونيل، انت كاليتي سناب دراغو تراجي كونتيتي كاليتي، انت بروفيسيونيل ديجا كنت نسبق لك ماركت بيت مارادوني، انت عارف الناس كاع تعرفك وبقدراتك وكاع واش كاين. كفاك تواضع انت يا بروفيسيونيل. على بالي من تواضع لله الله رفعه، بصح ماشي مع هذا. شفت واش دار لك والله عنده الحق سالم الدوسري كي ما قيموش كاع. سالم الدوسري عنده الحق كي ما قيموش، هما داك بدا يبكي في ندوه صحفيه بدا يبكي سالم الدوسري وكاع من على بالي واش دار سكيتيوي يتواضع منا، بصح سكيتيوي ما تقدرش تتواضع مع هادو. شفت واش دار لك بس اسمك ثقيل، هذه هي اللي تحترم اسمك يا سكيتيوي. كارثه والله كارثه. المهم بخصوص هذا الموضوع طبعا وصلني يمكن 10,000 مسج، انتم كلاب، انتم قذاره، انتم كذا، ما في عندكم رياضيه، شوف حارسكم شو عمل والتناقض وكذا. وفي شخص
وفي اشخاص بعثوا لي انه يا ريت توضح لنا شو اللي صار. ليش هو بعث لي يا ريت توضح لنا شو اللي صار؟ لانه هو عارف انا فاهم وانا قريب من اللعيبه وعارف شو بحكي. فهمت ليش هو بعث لي؟ اما اللي سبوا ف اتمنى انك ترتقي، اتمنى انك تنظر لكره القدم بطريقه مختلفه. مش مع يزيد ابو ليلى في التصريح اللي حكاه عن سالم، مش معاه. ليش؟ لانه عمليا مش كويس ليزيد نفسه. هسه اي تصرف بصير مع يزيد، يعني التصرف اللي صار امبارح مو يزيد، لعيبه المنتخب وهم اثنين، تمام؟ وهسه بنيجي بنحكي فيهم، هم اثنين نسبوا كل شيء سيء ليزيد، فهذا الشيء خطا، هو عمليا خطا، عشان انت بس تطلع تحكي شغله الناس تستناك على غلطه. هيك يا متناقض، هيك يا كذا. هسه اللي صار مع يزيد قبل المباراه، يعني قبل ما يدخلوا على السلام الملكي، ما بعرف شو اللي صار لانه الموضوع ما تصور، بس يعني احنا بنعرف سالم الدوسري عليه طلعات غريبه ومش مقياس، مش مقياس. يعني يزيد اخطا، يمكن بيعاتبه حبا، يمكن هو بالنسبه له سالم الدوسري شخص محبوب بالنسبه له، ولكن هو خطا. اما باللي صار في مباراه امبارح، المنتخب الاردني خسر بطوله كاس العرب اللي بتاريخه وما ماخذها ولا مره، زين؟ وهو خسر مو بس البطوله، خسر شيء ثاني، يعني يقولون الرياضه حب وطاعه واحترام. هو خسر ويا خسارته البطوله، خسر النقطه الثالثه. قلة أدب وقلة احترام ليس لها أي تبرير من بعض لاعبين الأردن الذين رفضوا أن يسلموا على سكتيوي. طارق سكتيوي اللي الكل في هذه البطولة اختصوا بالمدح، خصوصا نظرا لتواضعه، نظرا لتصريحاته الجميلة، لطريقة كلامه الهادئة المريحة اللي تبين لك أنه إنسان متواضع 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 ومتحدث لبق. تخيل لاعبين الأردن بعد الخسارة رفضوا أن يسلموا عليه، ليس كلهم ولكن بعضهم رفضوا أن يلقوا التحية. أنا حتى لاحظت في الفيديو الموضوع غريب وليس له تفسير، أن الأول لمح يد المدرب وذهب، الثاني ما شافش يده ايضا ما رضاش حتى هو يسلم. شيء غريب، ونحمد الله ان المغرب فاز بالكاس، اقسم بالله الحمد لله. تخيل ان حارس الاردن انتقد سالم الدوسري قبلها بيوم وقال لك بانه يسلم علينا بغرور. سبحان الله، من هو المغرور الان؟